لسه داخل كلية علوم صحية جامعة المنصورة الأهلية السنة دي، فأنا متأكدة ان اكتر الأسئلة اللي بتكون شاغلة بالك المعمل بيكون عامل ازاي، العملي بيكون شكله ايه، هل العملي صعب ولا لأ، هنستخدم ادوات ايه. عشان كده فيديو النهاردة مخصوص عشان اجاوبكم على كل الأسئلة دي. بحاول اقولكم كل حاجة، خلاصة تجربتي كطالبة في علوم صحية جامعة المنصورة الأهلية. طبعا كل اللي هقوله هيكون بناء على تجربتي انا، نظام الكلية عندنا، فممكن التفاصيل تختلف من مادة لمادة او من سنة لسنة. لو ما تعرفونيش انا منى، طالبة في كلية علوم صحية جامعة المنصورة الأهلية. بتكلم عن الجامعة بشكل عام وكلية علوم صحية والتخصصات والمواد والادوات اللي بنستخدمها وطريقة المذاكرة في الكلية. فما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم نوتيفيكيشن بكل فيديو جديد بنزله. يلا نبدأ في فيديو النهاردة. اول سؤال هو يعني ايه عملي اصلا؟ في علوم صحية مش بس دراسة نظرية، يعني مش بس هتكوني قاعدة في المحاضرة بتحفظي وخلاص. مواد بتكون نظري بس، ومواد بيكون فيها جزء عملي. الجزء ده انت بتبدأي ان انت تشوفي وتطبقي فيه الحاجات اللي اتشرحت لك في الجزء النظري بتاع المحاضرات. انت بتبدأي تطبقيه بشكل عملي بايدك، تستخدمي ادوات، وبرضه بيتشرح لك في السكشن او في المعمل، بيتشرح لك بطريقة مفصلة اكتر ممكن ما تكونش اتشرحت زيها في المحاضرات. يعني بدل ما الدكتور مثلا يقول اسم جهاز او عينة او اداة، عملي انتي بتشوفي الحاجات دي قدامك وبتعرفي ازاي تتعاملي معاها. وجهة نظري دي من احلى الحاجات في الكلية كلها، لانك مش بس بتحفظي او مش بس بتشوفي حاجات نظرية انتي يعني مجرد ان انتي بتشوفيها بس، لا ده انتي بتطبقي عملي بايدك قدامك، بتتعلمي اكتر، وده هيساعدك بعد كده لما تيجي تشتغلي ان انتي هتكوني فاهمة كل حاجة وعارفة انتي بتعملي ايه. تاني سؤال، اول ما بندخل المعمل بنعمل ايه؟ اول ما تدخلي المعمل هتحسي ان المكان جديد عليكي شويه. هتلاقي ترابيزات المعمل، هتلاقي اجهزه، هتلاقي الاجهزه يعني شكلها غريب شويه، انت اول مره تشوفيها. هتلاقي ادوات معينه في المعمل، في ادوات احنا بنجيبها طبعا، وفي ادوات المعمل بيجهزها لنا لان احنا مش هنقدر نجيبها. وفي البدايه اهم حاجه انت تسمعي تعليمات الدكتور كويس، ازاي تكوني قاعده في المعمل من غير ما يحصلك اي مشاكل، زي ان انت مثلا ممكن توقعي عينه او حاجه معينه على ايدك، فايدك ممكن تتحرق، ممكن في بكتيريا تيجي عليكي. كل ده احنا بنتجنبه من تعليمات الدكتور، ازاي نتعامل مع المعمل بتاعنا وازاي نحافظ على نفسنا اكتر. ما تدخليش المعمل بعقليه ان انا لازم اكون داخله فاهمه كل حاجه، لان مش ده الطبيعي. الطبيعي ان انت بتدخلي عشان تتعلمي. الدكتور اول ما بيوريكي الحاجه بيشرح لك استخدامها، وبعد كده بنبدا التطبيق حسب طبيعه الماده. فلو دي اول مره ليكي ان انت تدخلي معمل، فمتقلقيش من احساس ان انت حاسه ان في حاجه غريبه او ان انت مش فاهمه حاجه. السؤال اللي بعد كده، هل لازم لاب كوت او بالطو داخل المعمل؟ الحاجات اللي هتبدأي تسمعي عنها اول ما تدخلي الكلية هي اللاب كوت او البالطو. والحقيقة ان وجوده في المعمل مهم جدا جدا، هو اهم منك انت شخصيا، لان في دكاترة اصلا ممكن ما يدخلوكيش المعمل لو انت مش معاكي لاب كوت، لان ده بيحافظ عليكي انت كشخص. يعني هما مش خسرانين حاجة، انت اللي هتتأذي، فعشان كده هما خايفين عليكي. وجوده مهم جدا جدا عشان تقدري تشتغلي بشكل عملي، لان انت بتشتغلي بايدك، بتلبسي جلوفز، والبلطو بيحمي هدومك وبيحميكي عشان ما تتعرضيش لاي اذى. طبعا التفاصيل الخاصه باللبس والادوات الكليه بتحددها، بس اهم حاجه ان انت ما تشتريش الادوات في البدايه وما تشتريش اللاب كوت في البدايه. استني لما تاخدي التعليمات من الكليه، بعد كده ابداي ان تشتري الحاجات دي. في حاجات ممكن ينقصوها، في حاجات ممكن يزودوها، فانت مش عارفه. ولو حابين تعرفوا الادوات اللي احنا استخدمناها، فانا هحطلكوا لينك الفيديو بتاع الادوات تحت في الديسكريبشن بوكس، بروحوا شوفوه بعد ما تخلصوا الفيديو ده. هتشوفوا كل الادوات اللي احنا بنستخدمها في الكليه، في حاجات مش مهمه، في حاجات مهمه وحاجات مش مهمه، فبروحوا شوفوا الفيديو بعد الفيديو ده. بالنسبه للادوات، فانتي هتلاقي ادوات واجهزه مختلفه في كل معمل، ده طبعا بيكون حسب الماده والتخصص. في فرق يا جماعة بين العملي في مواد معينة، يعني مثلا في مواد العملي بتاعها بيكون محتاج معمل، وفي العملي بتاعها بيكون على الورق، وفي مواد بيكون العملي بتاعها على الكمبيوتر. فانتوا هتعرفوا ده كله لما انتوا تدخلوا، هتعرفوا كل مادة العملي بتاعها عامل ازاي. ممكن تشوفي ادوات زجاجية، ممكن تشوفي ادوات قياس، ممكن تشوفي اجهزة قياس، اجهزة معملية، لان كل مادة ليها احتياجاتها، ومش لازم عشان الاداة دي احنا استخدمناها في المادة دي يبقى هي هنستخدمها في المادة التانية. كل مادة بتختلف عن المادة التانية، فخليكي دايما ماشية حسب المطلوب منك بس. هل العملي محتاج مذاكرة؟ وده سؤال حلو جدا.
ايوه العملي محتاج مذاكره طبعا، لان النظري مش كفايه ان انتي تعدي في الماده اصلا، لان العملي عليه درجات، البلطو اللي انتي لابساه عليه درجات، غيابك وحضورك عليه درجات، كل حاجه عليها درجات في السكاشن او في المعامل. متفكريش ان العمل ان انتي تدخلي خلاص شفتي التجربه جربتيها وطلعتي، لان انتي هتنسي بسرعه جدا لو ما ذاكرتيش، لان انتي ممكن يكون عندك معلومات نظريه مرتبطه بالعملي اللي انتي بتطبقيه. افضل طريقه بالنسبه لي في المذاكره ان انتي قبل ما تدخلي، يعني انتي عارفه مثلا انت هيتشرح لك النهارده كذا، فانتي شوفيه. هما طبعا بينزلوا السكاشن PDF على الجروبات، فانتي تدخلي شوفي السكشن ده قبل ما تدخلي المعمل، علشان حتى لو قراءة يعني اقرأيه بس وفهميه حاجة بسيطة، عشان على الأقل تكوني واخدة فكرة عن اللي انتي داخلة عليه. بعد ما ترجعي من العملي خلاص انتي خلصتيه، ذاكري بقى اللي انتي خدتيه واكتبي التجارب اللي انتي خدتيها. اكتبي بيكون في مثلا انت دلوقتي مثلا عملتي تجربه، بيكون في كتابه انت بتكتبيها ايه اللي طلع لك واستخدمت ايه وكده، فانت لازم تذاكري الحاجات دي عشان هتجيلك في الامتحان العملي بعد كده. لو انت سبتي العملي ما ذاكرتوش وراكمتيه، هتلاقي قبل الامتحان عندك حاجات كتيره قوي متراكمه ومضطره ان انت تحفظيها مره واحده. لكن لو انت ذاكرتي بدري وذاكرتي اول باول، فهتلاقي الموضوع اسهل شويه. لو هديكي نصيحه واحده في الفيديو ده، هي ان انتي تركزي مع الدكتور وهو بيشرح في السكشن، لان الشرح مش هيتعاد تاني. ممكن ان هما يكونوا بينزلوا اسئلة او بينزلوا فيديوهات شرح تاني على المنصة، بس صدقيني ده اهم وقت ان انتي تركزي فيه هو في السكشن، لان انتي من حقك تسألي. هو الدكتور خلاص بيكون قدامك، انتي قدامك فرصة كبيرة جدا ان انتي تسألي الدكتور لو انتي مش فاهمة حاجة، فهو طالما قدامك انتي هتخليه يعيد ويزيد في الكلام عشان تفهمي اكتر. في تفاصيل وحاجات بتتقال في المعمل مش بتتقال في المحاضرة، لازم نكون عارفين حاجة زي كده كويس. ركزي في اسم الأداة واستخدامها والخطوات العامة والأخطاء اللي الدكتور بيحذرنا منها. حاجة مهمة برضو، هل مسموح ليا ان انا اصور في المعمل؟ مش كل الدكاترة بتسمح بكده، لان في دكاترة ما بتحبش ان حد يصور في المعمل، بتقولك مثلا احنا هننزل الصور، هننزل الPDF، فما تصوريش من دماغك. استأذني الاول، لو الدكتور اللي قدامك سامح لك ان انت تصوري فصوري، لو مش سامح خلاص. لكن التصوير بشكل عام طبعا ممنوع، حتى في المحاضرة ممنوع برضو. انا حابه اديكم نصيحه لو انتوا داخلين علوم صحيه جديد، ما تخافيش من كلمه عملي او معمل. الاول كان عندي اسئله كتير زيكم، هنعمل ايه، هنستخدم ايه، هل الموضوع صعب، هل هعرف اتعامل مع الادوات. لكن مع الوقت بتكتشفي ان الموضوع مش صعب زي ما انت كنت متخيله. اهم حاجه تكوني مركزه وملتزمه بالتعليمات. كده اكون جاوبت على كل الاسئله او معظم الاسئله اللي احنا ممكن نسالها. في سؤال كمان، هل اللابتوب مهم في العملي؟ اللابتوب مهم في سنة أولى في مادتين، في مادة الكمبيوتر ومادة البايوستاتستكس، لأن احنا كل الشغل على الكمبيوتر. بس في يعني أساليب تانية ممكن احنا نستخدمها، زي الكمبيوترات اللي في الجامعة بنستخدمها في وقت الشرح، لأن احنا بنطبق عليها العملي اللي احنا بنشوفه في النظري. بعد كده ممكن ان احنا نفتكر الحاجات اللي احنا عملناها، يعني مش شرط ان يكون معانا لابتوب في البيت عشان نطبق عليه. في ناس بتحتاج وفي ناس لا، في ناس بتشوف الفيديو خلاص بتفتكر ممكن تعمل ايه وفي الامتحان هتعمل ايه. في ناس تانية ما بتفتكرش وبتبقى محتاجة ان هي تطبق كل شوية علشان ما تنساش، فدول هيبقوا محتاجين لابتوب. اللابتوب برضو بنستخدمه لو عندنا بريزنتيشن بنعمل عليه الباوربوينت، فانا برضو بستخدم اللابتوب في التصوير دلوقتي اهو، لان انا بكتب عليه السكريبت والكلام اللي انا هقوله بالترتيب، يعني بكتب جمل رئيسية عشان اعرف اتكلم بطريقة مرتبة اكتر، واقدر اقدم لكم فيديو تفهموا فيه انا عاوزة اقول ايه. فاللابتوب مهم، بس مش مهم قوي، مش شرط، عادي. انا في سنة اولى ما كانش معايا لابتوب خالص. بس دي كل الاسئلة اللي انا جمعتها من الكومنتس، واعتقدش ان في سؤال تاني ممكن محتاج ان انا اجاوب عليه يعني. بس لو عندكم سؤال اكتبولي في الكومنتس وانا هعمل لكم فيديوز واجاوب على كل اسئلتكم ان شاء الله. وبس بحبكم جدا واشوفكم في فيديو جديد. باي.